الشعب. الفلاحين عم أحمد والحاج حسنين والجماعة عندنا في البلد بيقولوا لي احنا عاوزين الأسمدة والتقاوي والمية الجيدة الكافية. تقول لهم ايه وتوعدهم بايه الفلاحين بالذات؟ الفلاحين، انا فلاح، دول اهلي زي باقي ابناء مصر. انا عارف ان في مشاكل في التقاوي وفي الكيماوي وفي المبيدات وفي المية عشان السولر اللي بتباع في سوق السوداء وفي بيع المحصول. انا عارف، وان الفلاح عنده مشكله في التامين الصحي، وانا اتكلمت عن التامين الصحي، وفي الضمان الاجتماعي، وانا اتكلمت ان الضمان الاجتماعي المعاش يرتفع الى 300 جنيه على الاقل. عايز اقول ان مشاكل الفلاحين ديت مستهدفه على طول، لان سوق السوداء وسوق التقدير في بيع المحصول حقهم انهم يبيعوا المحصول بتاعهم بالسعر اللي يستحقوا المحصول ده في السوق العاديه، ولا يحدد سعر المحصول من قبل وزارة ولا حكومة، إنما سعر السوق. أنا ببيع له التقاوي وبيع له الكيماوي وبيع له المبيدات بأسعار سوق السوداء، وكذلك السولر، وبعدين أشتري منه المحصول بثمن بخس. لا، لابد أن يحدث إن شاء الله توازن، وحقهم ده أنا في قلبي وعندي، وأنا عارف كويس أوي المشاكل دي إن شاء الله كلها تزول بإذن الله في أقرب فرصة إن شاء الله. النهضة إرادة شعب.